السلام عليكم، معاكم عبد الله الشارع، وده برنامج تعالى نفهم. بنتكلم هنا عن كل ما يخص تطوير الذات وازاي ابقى انسان احسن كل يوم. فلو يهمك نوع المحتوى ده شرفني بمتابعتك، وباذن الله نقدر نفيدك. هستأذنك بس من وقتك دقيقتين اتنين هشرح فيهم نظام القناة هيبقى عامل ازاي، عشان وانت متابع معايا ما تتوهش وتبقى عارف احنا بننزل مواضيع شكلها عامل ازاي. القناة هتبقى عبارة عن سلاسل، كل سلسلة فيها مجموعة فيديوهات بتتكلم عن موضوع معين زي تطوير الحياة المالية او تطوير الحياة الاجتماعية او الاستفادة من الجهات الحكومية مثلا على اقصى وجه. ودي سلسلة موجهة للطلاب وغيرها من السلاسل، واللي منهم سلسلة فيها موضوع الفيديو اللي احنا بنتكلم فيه. كل سلسلة هيبقى ليها مصادرها الخاصة بيها اللي هتكون موجهة لانها تتكلم عن موضوع السلسلة بشكل رئيسي وموضوع الفيديو بشكل خاص. السلاسل دي هنبدأ فيها بسلسلة إن هنسميها السلسلة صفر، لأنها البداية ولأنها الأساس اللي لازم يمسكه أي حد قبل ما يروح يطور أي جانب تاني. اي سلسلة هيكون ليها بلاي ليست خاص بيها ومكتوب باسمها. لو انت متابع القناة من دلوقتي او من فترة قريبة فانت بتتابع بترتيب نزول الفيديوهات، انما لو انت متابع جديد وجاي بعد فترة بعد ما نزلنا فيديوهات كتير، تابع بالترتيب اللي هيعجبك. كل بلاي ليست هيتم تحديثها اسبوعيا على حسب الفيديو الطويل او الفيديوهات الطويلة اللي هتنزل، وترتيب كل مجموعة فيديوهات جوه كل بلاي ليست ممكن ما يكونش معتمد على وقت النزول بتاع الفيديو، او حتى معتمد على اهمية الفيديو بالنسبة للسلسلة، لان ممكن يكون في مواضيع في المستقبل احنا لسه مش محضرين لها دلوقتي. بعد مجموعة فيديوهات في السلسلة صفر هنبدأ ننزل فيديوهات في اكتر من سلسلة بنسب معينة طبعا، على عكس السلسلة صفر اللي احنا هننزل اغلب مواضيعها الاول. اي سلسلة بما فيهم السلسلة صفر اللي هي الاساس قابلة للتعديل والاضافة مستقبلا، وده ممكن يكون لان في معلومات لسه ما قلناهاش، او ممكن يكون في مواضيع لسه ما اتكلمناش عليها. ودلوقتي بدون اي اطاله تانية، لو انت من النوع اللي بيحب يجيب حاجه وهو بيتفرج على الحلقات او الفيديوهات، فهات اللي بتحبه واسيبك دلوقتي مع موضوع الفيديو. عايزك مركز معايا وتعالى نفهم. في احد محاضرات التنميه اللي كان بيلقيها لاحد رجال الاعمال، كان بيسأل فيها لما تيجي دلوقتي تبني بيت، ايه اول حاجه انت بتعملها قبل ما تبني البيت ده؟ هو وعايزك بقى تعد كميه الاجابات اللي اتاخدت. في واحد مثلا قال لك ايه، احنا هنجيب العمال اللي هيبنوا البيت. فالراجل قال له غلط. طب احنا مش هنجيب العمال، احنا هنجيب الحاجة اللي هيعمل بيها العمال. فقال له غلط. الفلوس، يعني اكيد الفلوس يعني اللي هنجيب بيها الحاجات ديت. برضه غلط. طب حتة الارض، الفلوس بتاعة الارض اللي هجيبها الاول. برضه كل ده غلط. كمية الاجابات اللي اتقالت كلها كان بيتقال لها حاجة واحدة غلط. انا عايز اقول لك بس ان السؤال اجابته كانت سهلة وبديهية جدا، لدرجة ان انت مش محتاج انك تفكر فيها. وهو ده بالظبط الاجابة، هو انك فكرت في انك تروح تبني بيت. يعني هو انت اي حاجة هتعملها ما كنتش هتعملها الا اذا كنت الاول في انك فكرت انك عايز تبني بيت. هنا رغم ان الفكرة في الاول خالص وانها حاجة بديهية، انا محتاج الفت انتباهك لحاجة واحدة مع هذا المثال. هو على فكرة موقف حصل على ارض الواقع، بس اللي انا عايز الفت انتباهك ليه هو ان الفكرة ما هيش حاجة مادية ما اقدرش ادركها باي الحواس. الفكرة مش هقدر اشوفها، مش هقدر اسمعها، ادوقها، المسها بايدي، مش موجودة الفكرة. لكن رغم ذلك انت قادر تعرف انت بتفكر في ايه، ودي نعمة كبيرة جدا من عند ربنا، ان انت الفكرة اللي بتيجي في دماغك انت قادر تعرفها. يعني هي مش فكرة جت والسلام عدت راحت. من كتر ما الفكرة مؤثرة جدا على حكمك في الواقع والمواقف اللي انت بتعدي فيها، في احد الفلاسفة الفرنسيين كان هو ماشي في الشارع، والقصة دي بالذات يعني مأخوذة من كتاب العادات السبع للناس الأكثر فعالية لستيفن ريتشارد كوفي. كان بيقول ايه، كان بيقول ان انا ماشي مرة في الشارع، عديت من مكان حصل فيه حادثة. انا دلوقتي هبدل لك شوية الفاظ من اللي اتقالت في الكتاب وهستبدلها بالالفاظ العامية عشان اقرب لك. يعني موتوسيكل خبط عربية، بيقول لك انا شايف الحادثة وانا ماشي في الشارع وكنت حاضر الموقف. فاول ما شفت الموقف جريت على راجل المرور، راجل الشرطة يعني عندهم، وقعد يقول له انا كنت حاضر الموقف وانا شاهدت كل حاجة وصاحب العربية خبط الموتوسيكل. فالراجل بص له كده باستغراب وبيقول له ماشي يعني، بس الناس كلها بتقول حاجة تانية. فقال له لا، انا بقول لك ومتأكد من كلامي ان صاحب العربية هو اللي خبط صاحب الموتوسيكل. جاله بعدين يعني صاحب الموتوسيكل بيقول له شكرا لانك يعني بتحاول تدعمني وانك واقف في صفي، بس انا بقول لك انا اهو صاحب الموتوسيكل، انا اللي خبط صاحب العربيه، يعني انا اللي داخل فيه، او انا ما ضربتش بس فرامل فخبطته. فدلوقتي بقى واقف فيلسوف كده اللي هو واقف انا مش فاهم حاجه، انا في حاجه غلط في دماغي. الا ان قعد مع نفسه بعدين وادرك ان هو كان شايف غلط، لانه كان مقتنع بفكره ان دي عربيه وده موتوسيكل.
ازاي الموتوسيكل الصغنن هو اللي يخش بتاع العربيه الكبير؟ على فكره الموقف بس عشان تبقى معايا، الاتنين جايين بوشهم، يعني ما مش بتاع الموتوسيكل جاي من ورا فهقول لك ده باين قوي ان بتاع الموتوسيكل هو اللي خالص، لكن الاتنين جايين بوشهم. فهو بيقول لك انا كنت مقتنع لان العربيه كبيره هي اللي هتخش تعمل مشاكل صاحب الموتوسيكل الصغير، على العكس تماما اللي حصل. فانا لقيت نفسي محاط بالفكره ديت ومقتنع بيها، عشان كده انا ما شفتش اللي حصل في الواقع. ده بالظبط بيشرح لك ليه تغيير افكارك عن الحياه اللي انت عايشها، او تغيير افكارك اللي انت مقتنع بيها بشكل عام مهم جدا عشان تغير حياتك. اذا كانت الفكره قادره انها تخليك تمتنع او تقتنع بحاجه معينه، فاذا هي عامله زي 4 حيطان بدون ابواب. انت دلوقتي لو فاتح فكرك مستعد انك تستقبل اي حاجه، فانت عندك باب في الحيطان ديت قادر انك تفتحه وتاخد منه. طبعا بقى هتقول لي ايه، طب والناس اللي بتسمع بس ما بتعملش، دول عاملين زي اللي عندهم باب في الحيطان بس قافلينه بالقفل، هم غصب عنهم برضو كده، يعني مش فاتح الباب لحد، مش هستقبل منه المعلومه. فانت تغيير الفكره مهم. الاوضه اللي انت محبوس فيها هي دماغك، والحاجه اللي هتخش من الباب هي الافكار. ازاي برضو تاثير الفكر ده بيأثر على رؤيتنا للواقع دي؟ يعني ده حاجات في حاجات كتير جدا. يعني مثلا لو عندي واحد متجوز واحده هو مقتنع ان الست ما ينفعش تشتغل، راسه ألف سيف هيقول لك لا الست مراتي ما تنزلش تشتغل خالص. واحد تاني عنده يعني نسبة تفتح شوية يقول لك ايه، لا تنزل تشتغل عادي. وفي واحد تالت يقول لك لا هي لازم تشتغل وتشارك في البيت، بما انهم بقى مقتنعين بالمساواة. طبعا كل واحد له منطقه الخاص، احنا مش جاي اقول لك مين الصح ومين الغلط. في واحد تاني برضه لما يجي يتعامل مثلا مع عياله هو مقتنع ان حل المشكلة هو الضرب، انا لما اضربه هيخاف فمش هيعيد الغلط. فاول ما تحصل اي غلطة على طول يمسك اي حاجه قدامه او حتى بايده وينزل فيهم ضرب. في واحد تاني لا، شايف ان انا اقعد افهم الموضوع الاول، اعرف الغلط من مين، لو ابني غلطان اتعامل معاه بالهداوه، عادل مره اتنين تلاته ساعتها ممكن نبقى نضرب، لكن الضرب مش اول حل، وما هوش موجود في الاسلام، والاسلام لا ينص على انه في التربيه اصلا. واحده من ضمن الحاجات الطريفه اللي ممكن تقول لك ان الناس هي بتفكر بشكل مختلف، ان الصور مثلا اللي بتعدي عليك في النت بتتشاف باكتر من طريقه، زي الصوره ديت. دي صورة من نفس الكتاب اللي هو كتاب العادات السبع للناس الأكثر فعالية، وناس شافتها ست عجوز وفي ناس شافتها ست جميلة. قول لنا في التعليقات مثلا أنت شفتها أنهي واحدة. وبلاش شغل ده شغال بنص دماغه اليمين وده شغال بنص دماغه الشمال، لا هو كل واحد عنده مناطق في العقل شغالة بشكل مختلف عن مناطق العقل النشطة أكتر عند واحد تاني، فدماغي شغالة غير دماغك. فأنا هنا ما بقولكش نتبنى كلنا نفس الأفكار، ده شيء مفروض علينا إن احنا نبقى كلنا مختلفين، لكن نتبنى كلنا نفس المبدأ ان الافكار ممكن تتصلح، يكون عندنا قابلية ومرونة في ان احنا نسمع افكار تانية. طب احنا ليه اول حاجة بنهتم بيها ان احنا نمسك هذا الفكر نصلحه هو الاول ونركز عليه؟ انت مثلا شفت عباس بن فرناس، ده صاحب اول فكرة طيران، ركب جناحين من ضمن الناس اللي بتقول عليهم اليومين دول جناحين بلاستيك، وحاول يطير ما عرفش. هي الفكرة ديت ايام عباس بن فرناس كانت فكرة مجنونة، فكرة لا يمكن تحصل. يعني ايه هتطير؟ يعني هو الهوا مش هيشيلنا. بص دلوقتي في طيارات بتشيلك توديك في اي حته، فلولا فكره عباس بن فرناس اللي ممكن تكون الهمت علماء جم بعده، ما كانش في حد يفكر اصلا في موضوع ان احنا نطير. او ممكن كان يبقى في حد بيفكر بس هيبقى بعدها بكام سنه، وكنا هنخترع الطيارات متاخر حبتين كمان. وده بيدعم المقوله اللي مضمونها بيقول ان اي فكره بتعدي على راس اي واحد هي فكره تنتظر من يحققها. انا عايزك تفهم ان التفكير هو عباره عن انعكاس لطريقه نظرك للواقع والمواقف اللي بتمر بيها. فبما ان دي طريقة نظرتك ليها، هو قادر يتحكم في انت هتقول ايه، هتعمل ايه، وهتحس بايه جوه المواقف. يعني انا لو بتعامل مع موقف معين وانا شايف ان موقف فكرتي عنه ان هو موقف ما يستاهلش، ما انا مش هتعصب، بالتالي مش هقول حاجة، مش هيبقى فيه احساس العصبية ده جوايا. انما انا لو شايف ان هو موقف يستحق ولازم اقف له وقفة، ما انا هتعصب، ممكن اغلط في الكلام وهيبقى الاحساس اللي جوايا احساس غضب. وبما ان هو بيأثر في التلاتة دول، فهو قادر انه يكون شخصيتك. وعشان كده مؤلف كتاب السبع عادات قالك ان ده هو اسمه منظور فكري. منظور فكري يعني الطريقة اللي انت باصص، الشباك اللي انت باصص منه للحاجة اللي انت بتتعامل معاها، هو دي فكرتك عنه. اي حد بيدور على الفيديو ده بالاسم وحابب انه يسمعه، اكيد انت كنت عايز تغير حياتك، عشان كده انت قاعد بتسمع او مكمل الفيديو لحد الاخر. فبما ان انت ناوي تمشي الحاجة ديت، انا عايزك تفهم ان تغيير الفكرة وتغيير حياتك ده هدف انت هتمشي له، وعشان تمشي في الرحلة ديت انت محتاج معدات. المعدات ديت هنفهمها واحدة واحدة، مش ده من موضوع الفيديو، هنتكلم عنها بإذن الله الفيديو الجاي تحت مسمى نظرية المزرعة. قد ايه الفكرة ديت محتاجة منك تعب عشان تنمو وتطلع لك ثمرتها.
لحد هنا خلص موضوع الحلقة، نتمنى نكون قدرنا نفيدك. لو عجبتك الحلقة ما تنساناش من الاشتراك، ولو تعرف حد ممكن يستفيد مننا ابعت له الفيديو. شكرا للاستماع يا صديقي المشاهد، اقابلك الاسبوع اللي جاي بإذن الله. دمتم في رعاية الله، السلام عليكم.